شوفوا تبارك الله هنا شي بنايات قديمة. هنا المنطقة يسوان الأطلس الكبير من تاقة، تقريبا 50 كيلومتر على تارودانت. كما تتشوفوا هاد البناء القديم اللي خصنا نحافظوا عليه، لأنه تيمثل الهوية ديالنا وتيمثل التراث الأمازيغي المغربي. كما تشوفوا فالبناية باقية في حالة جيدة، الأبواب ديالها وكلشي، الحيوط الحجر فعلا تستحق الزيارة، لأن انت خصها تخلينا نرجعوا للماضي الجميل ديال منطقة سوسو ديال المغرب. هي سي محمد اش هذاك؟ هادي كتسمى تزربه. هادي التزربه هادي راه كاينه في جميع البنايات ديال هاد كتلوح الماء، تتلوح الماء ياك؟ اي هادي كتلوح الماء. وبعض المناطق بحال الاطلس الكبير والمتوسط والمناطق اللي ما فيهاش هاد النوع ديال الحجاره تيخدموا الخشب. تيخدموا الخشب. استنى نشوفوا. اما تيديروا الخشب بلاصتو. اما بالنسبه لهاد الحجر اللي هو كتشوفوا هكا، شاهدت انا واحد القريه في الاندلس في اسبانيا عندها هادو. هو كاع هنا قريب، هو قريب، ها هو هنا داروه المغاربه. تيبان هنا كاع واضحه. داروه المغاربه اللي كانوا في الاندلس في ذاك الزمان. في ذاك الزمان. ربما راه غادي نوريك نيت هذاك الفيديو الباقي عندي هنا باش تشوفوا. وواحد المساله اخرى، كيضربوا واحد المثال الا بغاو يتكلموا على شي شخصيه، يقولوا هذاك راجل بحال ازرون طغيرت. ازرون طغيرت يعني الحجر ديال الزاويه. كيتضرب المثل. يعني الا بغينا نتكلموا على الحجر ديال الزاويه باش نعرفوا المعنى ديال الرجل، يعني في المواقف ديالو، وهو هذا ها الحجر ديال الزاويه. يعني كيشوف لهاد الجهه وكيشوف لهاد الجهه، وفي نفس الوقت كيلعب واحد الدور انه باش يفتل القنت. باش القنت يعني تكون صحيحه. لان الا شفنا هاد الشق هذا اللي بفعل ديال الزلزال اللي يكون فيه هذاك الحجر ديال الزاويه ما غاديش يتشقق. دابا هذاك هو الدور ديالو. نعم. يكون كان دابا هذاك الحجر الزاويه هنا في هذا القنت. نعم. ما غاديش يخليه يتشق. لان دابا كنشوفوا واحد خصو يشوف لهاد الجهه ويشوف لهاد الجهه. معلومه مزيانه هذه.